عسلامة. اليوم جيت وجبت لكم حاجة بنة على بنة، قلية اللحم معلوش سعرها، تبعوني تشوفوا الريسيت. قليت بصلة صغيرة في الزيت، خليتها لين تذبل شوية على نار هادية بيان سور. بعد ما ذبل البصل شوية نزيدك الطريفات متاع اللحم العلوش باش يتقلى مع البصل بالباهي. بالنسبة للي يحب يقصه جويد، للي يحب يخليه هكا كبير كما خليته انا، انتم احرار معناه. بعد ما يتقلاو مع بعضهم بالباهي ويدخل البصل فك اللحم ويزيد يفاح بيه، نبدا نحط في الفحات متاعي اللي هما كركم وملح اكهو. بالنسبه للكركم فما برشا ناس ما تحطوش، انا نحسه يبنن بالباهي معناه، حاجه ما نجمش نستغنى عليها بصراحه في القلاي. الحاسيلو زدتهم وقليتهم مع بعضهم. هذا الكل راهو وانا قاعده نقلي فيها على نار هاديه على الاخر، بريسك الغاز قريبا نطفيه. كل ما تكون على نار هاديه كل ما يجي اللحم طايب زبده فعقل عقله. لهنا زدت شويه ماء سخون يغلي، ما تكثروش الماء. هوكا ديجا وريتكم قداش حطيت ماء، مش برشا يعني بريسك ما يغطي شطره، مش مغطي كل. ونخليه يغلي. تو الاستيوس متاعي اللي علمتها لي ماما الله يرحمها، انه ناخذ صينيه صغيره نحط فيها الماء فوق الكسرونه باش يبدا يغلي. القلايه تغلي من اللوطه من غير ما تنشح من الماء متاعها، يعني ما نستحقوش انه نزيدها ماء. لهنا في الاخر بريسك طابت، حطيت شويه فلفل اكحل، زوز قرينات فلفل اخضر، انا حطيت اخضر واحمر، حطوا اللي تحبوا. وحركتهم شويه بالسياسه خاطر ديجا اللحم طاب ولا سنسيبل في صعيد فتفت. لهنا القلاية طابت ما شاء الله والزيت طفل كله فوقها. حضرت سليطة خضرة كالعادة مع القلاية متاعي باش نقدموهم مع بعضهم. حطيت عليه شوية ترانشات قارص وشوية زيتون كعب أخضر وأكحل. توا بعد ما ذبل لك الفلفل الأخضر كله سايب البنة كله نطفي عليه، ونبدأ نقدم فيها ونحط في الصحن. ما شاء الله اللحم طايب على الاخر بالسياسة، نحط فيه خايف عليه لا يتفتفت. ويا عيني كنزيد عليها رشة معدنوس من فوق عاد. شوفوا معايا كيفاش حضرت طاولتي البسيطة مع سليطة خضرة مع شوية بخور مع خبز القمح كيما العادة، خاطرني انا ما ناكلش الخبز الابيض. الحسيلو باش نضحكم شوية اني انا حطيت بطاطا في الفور على اساس باش نقدمها معاهم الكل، نسيتها في الفور وكملت فطرت وكل شيء وتذكرتها بعد ما كملت غسلت الماعون. حسيلو شوفوا كل اللحم كيفاش طايب زبدة ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم. باي باي.